بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة رودي ستايل. والنهاردة انا هعمل لكم الفراخ المشوية، وهي طريقتها سهلة خالص. عندي انا المقدار اللي انا عاملاه فرختين مقطعاهم صغير، يعني تقريبا الفرخة بتتقطع زي 10 قطع. وعندي بصلتين وفصوص توم، تقريبا كل فرخة بتاخد لها 5 فصوص، وكل فرخة بتاخد بصلاية وقرن فلفل اخضر كبير. وعندي خل، وعندي معلقتين زبادي او كوب زبادي. معايا معلقه صلصه كبيره، صلصه طماطم، معلقه فلفل احمر كبيره، معلقه مستردة، معلقه دبس رمان. طبعا كل ده حسب الرغبه. عندي التوابل بتاعتي، عندي ملح، فلفل اسود، معايا روزماري، معايا كمون، قرفه، جنزبيل، بهارات لحمه، ومعايا جوز الطيب وزعتر ورشة شطة صغيرة، ولو مش عايزة ما تحطيش. دلوقتي انا هفرم البصل والثوم والفلفل، وهضرب المقادير على بعض وهوريها لكم. انا دلوقتي فرمت البصل والثوم والفلفل الاخضر. هنزل بقى بكل المكونات معايا اوريها لكم. بس كده انا ضربت التتبيله كلها. ممكن تضيفي لها معلقه زيت، بتطري الفراخ قوي، بتخليها جميله. جربوا والله، التتبيله دي مش هتندموا. هننزل بقى بالتتبيله على الفراخ واقلبها فيها كويس جدا، عشان الفراخ تشرب كل التتبيله. وهنشوفها. خلاص كده احنا نزلنا بالتتبيله عليها وقلبناها كويس جدا، ولازم كل قطعه تشرب من التتبيله. لو هتشويها في يومها، يبقى هتسيبيها في التتبيله مش اقل من 4 ساعات، لكن انا هبيتها في التلاجة ليله كامله، وهشويها تاني يوم على الفحم في السياخ، وهنشوفها مع بعض. وده شكل الفراخ وهي بتتشوي على الشوايه على الفحم في السياخ، وهوريها لكم بقى لما تخلص. وده كان شكل اللحمه لما خلصت. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، واعملوا لي لايك وشير، واللي اول مره يشوفني يعمل لي اشتراك. وبشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.